دلوقتي مش وقت أي محتوى بيتكلم عن فاشن، ولا وقت أي محتوى ترفيه، ولا وقت محتوى بيتكلم عن تغذية، رياضة، فتنس، ولا وقت إعلانات، وقت كامبينز. دلوقتي مش وقت مناسب خالص للكلام عن أي رفاهيات. لو أنت قادر تعمل كده وتفصل، فأحب أقولك إن الناس مش متقبلة إن هي تشوف محتوى زي دوت دلوقتي خالص، ولا قادرة تشوف دوت دلوقتي. ده وقت تكثيف الدعاء، وقت احترام مشاعر إخواتنا في فلسطين. احترام المشاعر ده ألف به إنسانية، ألف به أديان سماوية. للشهداء حرمة، لمن فقد رضيعه قرة عينه حرمة، لوجع قصف البيوت وتشريد الأطفال والعجائز حرمة، للجرحى والمصابين حرمة، لرائحة الموت حرمة، لوجع القلب حرمة. أكيد لاحظتوا فئة من الناس بيتريقوا وبيستهزئوا لما يلاقوا حد عمال يدعي ومركز في الدعاء قوي، لازم يقولوا له: هو انت فاكر نفسك كده بتعمل حاجة؟ فاكر نفسك كده وانت قاعد في بيتك وعمال تدعي ان انت عملت اللي محدش عمله؟ في نبرة استهزاء غريبة، نبرة استهتار، قليل من قيمة الدعاء ومن فضله ومن أثره. الناس دي ما تزعلوش منها، الناس دي تزعلوا عليها. لازم يقفوا مع نفسهم وقفة سريعة ويراجعوا عقيدتهم من تاني، يفتحوا كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شوفوا بنفسكم فضل الدعاء وأثره. الدعاء بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى بيغير القدر. مستكترين ليه علينا ان احنا ندعي؟ مستكترين ليه علينا ان احنا نتعاطف ونحس بغيرنا، نتألم لألمهم ونحزن لحزنهم؟ أشهدك يا رب أن أعيننا تفيض من الدمع حزنا وليس باليد حيلة. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض، وآمن روعاتهم واستر عوراتهم، وأجرهم عن مشقة الحياة الفانية بما صبروا جنة وحريرة. كثفوا الدعاء لإخوانكم في فلسطين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.